الهي على المنظر. ما علينا. هاي بنات، الاخبار؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هو الفيديو المنتظر. الفيديو دوت هو عباره عن ميك اب توتوريال للمكياج بتاعي. ده تقريبا من اكتر الفيديوهات اللي انتوا طلبتوها، فعشان كده انا قعدت النهارده وصورت لكم الفيديو دوت. انا ما كنتش حابه اصوره بصراحه، لان انا ما كنتش حابه ان انا اطلع قدام الكاميرا من غير ميك اب، بس ان ما دام انتوا طلبتوه فتفضلوا. لو حابين تشوفوا الميك اب دوت انا عملته ازاي، وغالبا هو دوت الميك اب اللي بعمله كل يوم. ما تاخذوش عصافيري، انا قاعده في الصاله دلوقتي زي ما انتم شايفين، فقلت من باب التغيير. فالمهم مش عايزه اقعد ارغي كتير. لو حابين تشوفوا اللوك دوت تابعوا الفيديو. انا وشي مفيهوش ميك اب خالص، غسلته بالغسول بتاعي وحطيت المرطب. وهبتدي باول حاجه الفونديشن. زي ما انتم عارفين طبعا الفونديشن بتاعي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن لوريال انفاليبل، ولان الشيد بتاعي مش مظبوط في لوريال انفاليبل فانا بخلط معاه اي فونديشن تاني عندي بحيث ان انا اظبط اللون. فهاخد رقم 20 ساند من لوريال وهحط شويه كده على ايدي كده اهو. وهجيب ده الفونديشن ديور، اسمه ديور فوريفر، رقمي فيه 30. طبعا هو غامق عليا فما بحبش ان انا احطه لوحده، فبمكسه مع لوريال وبس، وبخلطهم. وطبعا انا حظي يا اما يظبط الشيد يا اما ما يظبطش، فبحاول ان انا كل مره ان انا اظبط اللون. المهم هاخد كده واحط. طبعا انا مش شايفه ومفيش مرايه، المفروض كنت اجيب مرايه صح؟ اوكي لا لازم مرايه، مش شايفه حاجه. هبتدي احط في الاماكن اللي انا عندي فيها ديسكولوريشن او مثلا حبوب طلعالي، فهبتدي ان انا احط عليهم هما الفونديشن، اركز عليه وبس. وبعد كده هبتدي عمليه الدهن بصوابع عادي، لا بستخدم لا فرشه ولا سبونج ولا اي حاجه. وبصراحه ده لان انا حاسه ان الفونديشن دوت من الفونديشنز اللي بحس ان هم احلى دمجهم بصابع. بحس ان في فونديشنز بيبقوا احسن بالسبونج، في فونديشنز بيبقوا احسن بالبرش، بس ده بالنسبه لي بالصوابع يعني بيمشي الحال حلو. وبعد الفونديشن بحط الكونسيلر. انا دلوقتي الكونسيلر بتاع ماك حاسه ان هو فاتح عليا قوي، بيفتحني قوي، فهستخدم الكونسيلر بتاع كاترس. درجتي فيه لو انتوا اي حد انترستد درجتي فيه 20. هاخده واحطه تحت عيني كده تشك تشك تشك، وهحطه مثلث كده من الناحيه التانية، والباقي على الفرشه هاخده واحطه هنا كده وكمان هنا. هعمل دايره هنا كده شايفين. هسيبه ينشف ثانيه بس مش هطول، وبعد كده هبتدي ادمج. هو انتوا اوريدي لما بتخلوه ينشف شويه فما تضطروش ان انتوا تقعدوا تعملوا بلند كتير، هتلاقوا ان هو اوريدي ثابت في الحته اللي انتوا حاطينها، بس اللهم ان انتوا بس ايه بتوزعوه. في فونديشنز معينه بحب ان انا استخدم معاهم الباودر، وفي فونديشنز زي لوريال دوت مش بستخدم معاه باودر اي حاجه، وتشيز مصلحه يعني ان ادينا ستيب وخلصنا منها. بعد كده هجيب الماسكارا بتاعه الحواجب وهعمل بيها حواجبي. وانا بحط الماسكارا بحاول ان انا احطها وارفع حواجبي على فوق كده، وبعد كده في الاخر مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا ان انا امسح كده. بصوا ده انا حطيت الماسكارا هنا ما حطيتش. بعد كده هستخدم الكونتور، دي اكتر حاجه بحسها بتفرق معايا. هستخدم الهولا برونزر. طبعا لو عايزين تكنتروا بتعملوا بق السمكه كده، وشايفين الخط اللي بيطلع دوت هو ده اللي بتحطوا عليه الكونتور. انا بحب البراش بتاعه الهولا اوريدي بتيجي لانها بتبقى ستريت كده، فبعمل كده وخلاص. شوفوا طبعا انا مش شايفه من المرايه ديت، فثانيه واحده. طبعا انا عشان بحط كتير بقالي كتير فمش محتاجه ان انا اقعد اعمل الحركه دي. بحط كده اللاين ده كده، وبعد كده بقلب البراش بالطريقه ديت وبحاول ان انا اجيب شويه فوق كده. بعد كده بجيب فرشه من ريل تكنيك بتبقى ستريت كده، هي تقريبا كانت الفونديشن او تقريبا للكونسيلر، بس انا بستخدمها لتحديد الكونتور في مناخيري. بجيب وبحط شويه البرونزر على الفرشه، وبعد كده بنزل كده من الجنب شايفين، والناحيه التانية كمان كده.
وبعد كده باجي على طرف مناخيري بعمل كده وبحط شويه البرونزر برضو هنا عشان يقطم المناخير. وبس. وبعد كده بجيب فرشه كده بتاكد ان هي نظيفه وبدمج الكونتور اللي انا عملته. بحيث ان ميبقاش فيه خطوط. وبرده بعد كده بجيب شويه من البرونزر وبحط هنا حبه هنا وحبه هنا. وبعد كده على حسب اليوم وعلى حسب مزاجي اذا كنت عايزه احط بلاشر او مش عايزه احط بلاشر. خليني احط لكم بلاشر شويه. هحط شويه فيكس بلس عليه لان بحس ان هو خفيف قوي قوي، فحاسه ان انا مش عايزه اقعد احط مليون طبقه، فالفيكس بلس بيساعدني ان انا كده يعني فاهمين ان احط من اول مره يعني. اوكي حاسه ان انا هحط كتير اصلا، بس يعني هو انتوا في الحقيقه بتعرفوا انتوا هتحطوا قد ايه يعني. بعد كده خليني احط ليبستيك. مش هحط ليبستيك اكشلي، انا بستخدم ليب لاينر. فده ماك مش متبري، ما علينا. ده ليب لاينر اسمه سور من ماك، اتكلمت عنه مليون مره. بعد كده هتنقل العين. ميك اب العين بتاعي سهل جدا وبسيط جدا، مش بحط اي حاجه غير ماسكارا وشويه كحل بس من طرف العين. ولو حسيت ان انا عندي وقت والدنيا حلوه ممكن احط ايلاينر زي الفيديو اللي فات اللي لاحظت ان حصلت ضجه على الموضوع دوت، واللي كاني ما كنتش حلو من غير الايلاينر، بس ان ما علينا. طبعا الستيب بتاعت الماسكارا دي بالنسبه لي ارخم ستيب بصراحه، لان انا بقعد احط ماسكارا مليون سنه ومليون ماسكارا. دي الماسكارا بتاعت اسنس الخضراء القديمه، اكشلي انا خدت بنصيحتكم وبدلت الفرش، يعني ده التيوب الجديد ودي الفرشه القديمه. بس المشكله ان انا حاسه ان الفرشه القديمه باظت، او انها مش باظت، حاسه ان هي خلاص يعني بقى عليها ماسكارا كتير وما بقتش تحط حلو، يعني بقيت احس ان هي بتكلكع شويه. بس بحب اكتر حاجه فيها ان هي بتفرد الرموش كده وانا بحط، فده اللي شافع لها بصراحه. شايفين فرق الماسكارا؟ تحس انه هي بتحدد العين في ثواني في ثواني. بصوا كلكعت ازاي، حاسه ان هي عشان مش عارفه احط كويس بالايد. طيب ودي كانت اول ماسكارا. طبعا بقى هتعملوا الموضوع دوت مليون مره. دي ماسكارا نمبر 2. وبعد كده اي ماسكارا تشوفوها برضو قدامكم حطوا منها، ما تخسرش خالص. اهم حاجه الماسكارا. هجيب قلم الكحل وهحط بس في الكورنرز بتاعه عيني، وده بيديكوا لوك ناتشرال خالص. بس انا مش عارفه اهم الموضوع ده ازاي، لان انا بمسك الكحل بعينيا الاثنين. اوكي اتمنى ان انتوا تشوفوا بقى. اوكي شايفين؟ بشد عيني كده شويه وبحط كده كحل. ده الهايلايتر اللي قلت لكم عليه في الفيديو بتاع مشترياتي من اسنس، بس دلوقتي انا باخده بالفرشه كده. وبس تقريبا هو ده اللوك كله، وهي دي طريقه مكياجي. ممكن طبعا زي ما قلت لكم لو في وقت ممكن احط ايلاينر، ممكن اغير لون الروج، بس هي دي الثوابت. لو انا مش بصور فيديو الميك اب دوت مش بياخد معايا 5-10 دقايق وبطلع من البيت، فحلو وسريع وبحس ان هو very natural، بس انه بيبين يعني جمال بشرتي او جمال شكلي، يعني لو اقدر اقول كده. يعني هو معتمد اكتر حاجه على الهايلايتر والبرونزر واللبستيك. انا طبعا عامله الفيديو دوت مخصوص ليكم، انا مش ميك اب ارتست ولا اي حاجه. فيا رب يكون عجبكم الفيديو. فلو عجبكم بليز ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تدوسوا على الجرس اللي تحت الفيديو دوت بحيث ان هو يجيلكم نوتيفيكيشن او اشعار على الموبايل عندكم اول ما اجي انزل اي فيديو جديد. وبس، واشوفكم الفيديو اللي جاي، وباي باي.